السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. كنت بغيت نتكلم على واحد القناة الرياضية اللي هي، ما بغيتش نقول الاسم ديالها لاني باش نطرقوا لواحد بعض النقاط ماشي في الموضوع، لان الموضوع ديالهم هو كامل مغربي وكامل وزن فوزي القجع وداك الروايه المشروخه ديالهم والمخزن وشراء الدمام، ولانهم عاشوا في داك الشيء ورضعوا من داك الشيء منذ الطفوله، منذ الصغر رضعوا داك الشيء وكبروا داك الشيء وكلاوه وسرطوه ومشى لهم في الدم ديالهم، تيسحب لهم راه كلشي. كنا راه حنا بحالهم، بحال المصريين، بحال هذوك اللي كيمشيو معاهم في نفس الموجه. ولكن كاين واحد المشكل اللي هما كينسبوه ديما المغاربه، وكينسبوه الفوزي القجع، وكينسبوه المخزن. ما هو من هو المخزن اللي ما كيعرفوش هما يطرقوا ليه مزيان ويهضموه ويدخلوه في الدماغ ديالهم. المخزن هو الشعب المغربي والحكومه والملك. هذو الثلاثه العناصر اللي كتشكل المخزن، هذو ما كيعرفوش هما. وتيقول لك لا حنا الشعب، لا خويا ما تكونش معايا انا، لا الشعب عزيز، انا ما عزيزش عليك وماشي خويا. انت ككرغولي، كجزائري، جائر ايري، فهمتي؟ يعني اللي جا مسح فيكم يديه وانتم كتضحكوا ليه، هذاك الشيء شغلكم، انا ماشي سوقي. ما كندخليش معايا في القانون ولا السيره الذاتيه ديال المغرب والمغربي. شي عمو بحالكم تيقول لك المخزن. هذا هو التشكيل ديال المخزن. السي كرغولي طو خلا طرزان. هذا طرزان، داك السيد الله يعمر له الدار، تيعجبني فيهم ونطرطق عليهم مراره. المهم جاي دايرين خيمه. دابا يقول لي الكرغوري، شكون اللي متشبع بتصرفات الاخر، انا ولا انت؟ هذيك الخيمه مغربيه. ولاني كان راه من هنا وجهوا نداء للصناع التقليديين، راكم عيب عليكم ملي كيجي عندكم شي واحد وكتبيعوا له داك الجلسه الورزازيه الصحراويه. هذيك راه ماشي جزائريه، هذيك جلسه صحراويه، ورزازيه مغربيه محضه. زعما هذا اللي باع لهم الله ياخذ فيه الحق. وانا اناشد الحكومه المره الجايه، اي واحد جا عنده شي جزائري وباع له شي حاجه تقليديه ديال المغرب، يعاقب طبقا القانون، لان كيمشيو كيديو لنا وتيقول لك هذه جلسه ديالنا حنا. ها هو ذاك المذيع اللي ماشي مذيع، ما صحفي ما والو. بالنسبه ليا ما هذاك، اش نقول لك، ما غنشبههم بشي واحد غنلقى ديك المهنه في المغرب، وغنقيس داك خويا المغربي اللي خويا المغربي ما نقدرش نقيسو، ما نقدرش نجرحو. ربعه ديال الاوباش، ربعه ديال الصلاعكه، ربعه ديال سميتو باش غنشبههم. يقول لي باش غنشبههم حتى الثعلب اللي هو الرمز ديالهم بزاف عليهم، لان عنده كرامه وعنده شخصيه وعنده هبه وعنده واحد وزن في الطبيعه ديالو. تيجي تيقول لك حنايا، ما حنا سميتو ولا الجبادور. الجبادور مغربي وعنده الوجه، تيقول لك حنا كنغيروا منهم، وحنايا المخزن عنده عقده من الجزائر. شكون اللي عنده جلسه شاي اتاي مغربي، جلسه بكاملها مغربيه، وتيقول لك حنا عندنا عقده منه. واخويا وهذا سنطيحه، هذه السنطيحه اللي نجي ندخل لك لدارك، تعرض عليا ونجي ندخل لك لدارك ونشد
ونمشي نحيد الصباط وندخل لك البيت ننعس ونلبس لك البيجامه ديالك ونتلاح في الناموسيه ديالك وننعس. خليني الله يرحم باك الناس ما تصدعنيش. هذا ضيف واعر. هذا بس خيط الوالدين راه ما عندش باباهم النفس ويتلصقوا فيك ويقول لك انت كتلصق فيا. ما عندهمش النفس وما عندهمش الشخصيه وما عندهمش الهيبه وما عندهمش المكانه وما عندهمش التاريخ. راه ما جاش وداك سميتو المؤرخ ولد بلادهم الجزائري قال لهم نو سون دي كلونديستان دو ليستوار. سي دو كلونديستان دو ليستوار. راهم يتلحوا لك على المغرب ويتلحوا على التاريخ ديال تونس ويتلحوا على التاريخ ديال ليبيا ويتلحوا على التاريخ ديال مصر ويتلحوا على التاريخ ديال لبنان ويتلحوا على التاريخ ديال تركيا ويتلحوا على التاريخ ديال هنغاريا ويتلحوا على التاريخ ديال يوغوسلافيا ويتلحوا على التاريخ ديال بولونيا ويقول لك حنا اللي علمنا هاد البلدان كاملين. حنا اللي درنا لهم التاريخ. يلا شنو تقول معاه دابا؟ شنو غدير معاه؟ كيفاش غدير تناقش معاه؟ كيفاش غدير ولو تكون متبحر في التاريخ وتجبد له وتجبد له التاريخ بجميع عناصره بتواريخ منذ الازل وشنو كان وشنو كانوا موحدين والقاسيين سميتو سميتو السعديين. شنو نقول لك؟ ما غاديش يمشي المرابطين. ما غاديش يجي يبغي يقول لك غتجبد له المرابطين يقول لك المرابطين شنو وغادي يدي اول مره سو حط ويجبد بحال داك سرح ديال الحمير اللي عندهم. قال لك مؤرخ هو سرح ديال الحمير تيقول لك مؤرخ. لا اله الا الله محمد رسول الله.